السلام عليكم. السلام عليكم. شلون اخوي؟ الله يسلمك. اسفين على الازعاج طبعا. احنا طلاب قاعدين في شقه وخلصنا فلوس وكاتلنا الجوع. شلون انت هاي حلها؟ اذا ما صار زحمه يعني عليكم. الو حبيبي بس الجوال تلقى قاطع نجد الرابط ولا دورية نجدة واستحتاج تقله. ماشي عمرك حبيب قلبي. حبيبي. حبيبي. والحسين سيد العقيد. السلام عليكم. بس شو كان؟ نعمة. لا في الحارة جبناكم. نفرح على والديك. طب والله زحمناكم عادي. ايش السالفة عنك؟ بس راح يجيكم ولد انت راح يجيب لكم هذه السياسة هاي. يجيكم خير ودلك. احضرونا. والله. بخدمتكم أستاذي، بيكم خير وتدللوا. بهذه العبارات الجميلة وبتواضع وبابتسامة وحفاوة عناصر الشرطة تمت تلبية نداء الطلبة على الفور، فسرعت المفرزة كما شاهدنا إلى شراء وجبة الطعام الفلافل العراقية الشهية وأحضروها ساخنة إلى مقر سكناهم، سكن الطلبة. هذا أدهش الطلبة لسرعة الاستجابة أولا ولموقف الشرطة، شرطة النجدة معهم. فيديو متداول لا يعلم زمن تصوير مقطع الفيديو هذا، إلا أنه في قمة الجمال والروعة والإنسانية، لاقى رواجا بين المدونين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا أفرز نماذج كثيرة من التعليقات. بالتأكيد لم نختر جميع التعليقات، هناك نماذج فقط سيظهر منها ما سيظهر على الشاشة لنقرأه عليكم. نبدأ من مثنى، يقول مثنى: موقف مشرف وليس بالجديد على أبناء العراق. حفظ الله العراق وشعبه العظيم، حفظ الله القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها وتشكيلاتها، وبالعافية عليكم الفلافل الحارة، وهني ومري على قلوبكم. علي محسن يقول: خلي شوية الحكومة تنتبه للطلاب، خطير اللي عايشين بغير محافظات وأقسام داخلية، أكثرهم من عوائل فقيرة. زهراء لوير تقول: ماذا قالت؟ تقول: يعني هالطالب قاعد بشقة همات مو قسم وجهازك حديث، وهالشي يدل على أنه أنتم حالكم ميسور، فما لا داعي تربكون الجهات الأمنية بهيك تصرفات. محمود حميد: جزاكم الله خير الجزاء، الشرطة حقا ناس طيبين والنعم منهم ما يقصرون. إذا الفيديو صحيح فهذا ليس غريب على العراقيين، وإن كان تمثيلية فبارك الله بمن نشر، لأنه يحاول إظهار الجانب الحسن في مجتمعنا. بارك الله.